قبل ما نبدأ عايزك تشغل مخك معايا وتتخيل بلد صغيرة قوي وعدد سكانها 18 مليون بس. بلد صغيرة جدا، لكن عندها حاجات مش موجودة في نص الكرة الأرضية التانية. بلد اسمها الإكوادور. وأول معلومة غريبة عنها إنها في نص العالم بالظبط. أيوة، الخط الاستوائي بيعدي من جواها، المكان اللي فيه بوصلة الموبايل اللي بتتجنن حرفيا. الإكوادور هي أول دولة في العالم أهلت الطبيعة نفسها هي شخص ليه حقوق قانونية. يعني لو في شركة قطعت شجرة غلط، الشجرة ترفع عليهم قضية. ما تهزرش، ده قانون رسمي في البلد. بلد مساحتها صغيرة جدا، فيها 4 عوالم مختلفة: سواحل، جبال الأنديز، غابة الأمازون. يخليك حاسس إنك سافرت 4 دول مختلفة في وقت واحد. في الإكوادور في مناطق في جبال الأنديز لسه محافظين على تقاليدهم اللي عمرها آلاف السنين. في قبائل الكاتشو الست هي اللي بتمسك الفلوس، وهي اللي بتقرر تتجوز امتى، وهي اللي بتقرر تروح تخطب الراجل امتى، مش العكس. ولو اتجوزت الراجل هو اللي بيجي يعيش معاها مش هي. في أمازون الإكوادور البنات بتعمل ليها وشم على شكل خطوط حوالين الفم، وبيقولوا عشان يطرد الأرواح الشريرة. وشم حقيقي مش رسمة، بيتعمل بالخزيران. في بعض القرى عندهم عادة غريبة اسمها زواج المحاولة. العريس والعروسة يعيشوا مع بعض كام يوم، ولو ما حسوش انهم مش لايقين او مش متفاهمين بيتفركشوا عادي. مفيش فضايح ولا محاضر ولا محاكم. في آخر يوم في السنة البلد كلها بتتملي دمية على هيئة شخصيات سياسية ومشاهير، ويحرقوهم في الشارع عشان يحرقوا الحظ الوحش للسنة الجديدة. ملهاش علاقة بالسحر، مجرد معتقد شعبي بس. الإكوادور هي أكتر دولة فيها براكين نشطة في أمريكا الجنوبية. فيها 27 بركان، 9 منهم بيعقدوا في جدة البراكين. وفيها مدن اسمها بيوس، ناس بتسميها ببوابة الجحيم، لأن البركان فهكونه على طول المدينة بأكملها. الحيوانات هناك مش بتخاف من البشر، يعني تروح تلاقي السحالف ماشية في نص الطريق، والبحر كمان لونه أزرق كريستالي. مشهد خيالي يعني مش هتشوفه في أي دولة تاني. مدينة كوينكا شكلها كأنك في أوروبا بس في أمريكا الجنوبية. مباني قديمة، كنائس، وشوارع مرصوفة بالحجارة. 60% من الحيوانات اللي في الغابة لسه العلماء ما يعرفوش عنها أي حاجة. حشرات وأفاعي وطيور، بعضها مش موجود في أي حتة تانية على الكوكب أصلا. أول دولة في العالم تمنع استخراج النفط من منطقة كاملة حفاظا على البيئة. البنزين عندهم كان من أرخص الأسعار في القارة كلها. بلد فيها 14 لغة محلية غير الأسبانية. أكتر شعب بيصوت بنسبة حضور عالية في الانتخابات. وفي مدينة كاملة اسمها لقونة بتشتغل بالطاقة المتجمدة 100%. الإكوادور بلد مش صغيرة وخلاص، دي بلد كاملة فوق السحاب. فيها طبيعة متجننة وتقاليد مش هتلاقيها في أي مكان تاني. ومن الآخر لو في دولة تستحق تبقى فيلم وثائقي كامل فهي الإكوادور. يا رب يكون عجبك الفيديو. السلام عليكم.